السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات اللي فيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تلفزيون بث مباشر جميع القنوات. التطبيق ده مساحته 16 ميجا، محمله اكتر من 100 الف شخص. عن طريق التطبيق ده تقدر ان انت تتفرج على قنوات الرياضة او الماتشات اللي انت بتفضلها واللي انت بتحبها عن طريق التليفون بتاعك. طبعا لازم يكون متوصل فيه انترنت علشان تقدر تتفرج او تحول تليفونك او موبايلك الشخصي لتلفزيون. طبعا تقدر تستفيد من البرنامج ده لو انت خارج البيت وفي تلفزيون وفي ماتش شغال على التلفزيون انت مش قادر تتابعه، او لو انت مثلا في طريق مثلا او في شغل او مسافر او اي حاجه من الحاجات دي، وفي ماتش بيتلعب دلوقتي وانت عايز تتفرج على الماتش ده، بتقدر من خلال الانترنت بتاعك ان انت تدخل على التطبيق، بتشوف المباراة او بتشوف الماتش اللي انت بتفضله. طبعا التطبيق ده شغال في اكتر من دولة، شغال في مصر وشغال في الجزائر وشغال في المغرب. بيقدر يجيب لك الماتش البث المباشر القنوات اللي هي اللي بتذيع الماتش عشان تقدر تتفرج وتتابع وتستمتع بالمباراة طول ال90 دقيقة. طبعا هو تطبيق كويس، تطبيق مفيد بالنسبة للناس اللي مشجعة كرة القدم والناس اللي بتحب ما تفوتش مباراة. مشكلة التطبيق ده بس ان هو بيتضمن اعلانات كتير. طبعا لو انت حابب ان انت تلغي الاعلانات دي بتقدر انت تشتري التطبيق، بعد كده ما بيكونش فيه اعلانات ولا بتظهر لك الاعلانات دي تاني خالص. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو، يساعد غيرك، كلنا نساعد بعض ونفيد بعض ونستفيد من بعض. وشكرا، سلام عليكم.